نظرك ترى العري والتمايل والشذوذ والافعال التي لا حصر لها اللي بنشوفها على الفيديوهات التيك توك اليوتيوب دي بتعتبر حريه شخصيه؟ بداية السوشيال ميديا ما فيهوش أي أفعال جنسية أنا إطلاقاً. سؤالي ما أنا هوضح. أنا لا ما ينفعش حضرتك بتخلط الأمور. لا أنا ما بخلطش الأمور، أنا سؤال لحضرتك محدد. أنت حضرتك بتدافع وده حقك طبعا إن أنت بتقول ما يعرض على السوشيال ميديا من عري وشذوذ وأفعال غير لائقة وتصطدم مع قيم مجتمعنا. هو سؤال، هو مش وجهة نظر، هو سؤال. هل ده بيعتبر من قبيل الحرية الشخصية؟ اسمح لي أو التعبير عن الحرية لي الشخصية؟ بالوقت شرح هذا الشيء. بداية احنا مش عارفين ما هو العري. احنا بنتكلم في ناس بتعتبر افلام الستينات والسبعينات عري، في ناس بتعتبر افلام اسماعيل ياسين اللي كان بيظهر فيها الفتيات بالبكيني. معيار العري ايه طبعا من وجهة نظر حضرتك؟ ما انا بقول لحضرتك ده معيار مطاط. في ناس اللي بيوجهوا اتهامات للفتيات او للتيك توك او غيره يعني عندهم ارتداء البكيني جريمه، في حين ان ارتداء البكيني على ارث ماسبيرو وعلى التلفزيون المصري. يعني العري والرقص والتمايل على التيك توك هقول لحضرتك يعتبر من قبيل الحريه الشخصيه. هقول اشد من كده، اقول ان الرقص ولا لا؟ يعتبر من قبيل الحريه الشخصيه ولا لا؟ الرقص قيمه مصريه اصيله. لا انا بقول لحضرتك التمايل والرقص بشكل غير لائق. انا بقول لحضرتك الرقص يعتبر من قبيل الحريه الشخصيه. يا سيدي العزيز بدايه طب جاوبني عشان اروح للضيوف وهرجع لك تاني والله تشرح. ما هو لازم اشرح. هل هذا يعتبر من قبيل الحريه الشخصيه ام لا؟ نعم، لاننا لا نعلم ما هي ضوابط الاستاذ هاني المدافع بين السلفيه والرجعيه والتراث. الاستاذ هاني سامح المدافع عن فتيات التيك توك بيعتبر التمايل والرقص التي تتضارب مع قيم من قبيل الحريه الشخصيه.